ارمي خلاص الكريمات اللي فيها كورتيزون ومضادات حيويه اللي بترقق الجلد وتضره، اللي بتحطيها وبتضطري تحطيها بعد ازاله الشعر من وشك او من جسمك عشان جلدك يا عيني بيلتهب. وتعالي بينا على المطبخ هنعمل احلى وصفه طبيعيه في منت، هتضيع اي التهاب وتفتح كمان وتنعم الجلد. يلا قلب حلو زي قلبك، واحفظي الفيديو واوعي تنسيني بدعوه حلوه في الكومنت، واللي ما بتحبهاش ما تمنشنيهاش، وابعتي الفيديو لنفسك عشان ترجعي له عشان هقول حبه تريكات واسرار في النص هتودي بشرتك في حته تانية. جهزي مضرب البيت يا ست البنات، وجهزي طبق. هنحط في الطبق اللي هقولك عليه 5 معالق من زبده الشيا العادي، معلقه واحده من زبده الكاكاو الخام مش بتاعت الشفايف، وحوالي 60 ملي من زيت الفول السوداني وزيهم من زيت البابون. لو بشرتك اصلا كمان فيها جفاف زياده وما عندكيش حساسيه من جوز الهند، زودي معلقه من زيت جوز الهند البكر وانزلي عليهم بالمضرب واضربي لحد ما يبقى القوام عامل زي الكريم شانتيه. حطيهم في علبه مقفوله وعلى التلاجة يا ست البنات، واي وقت هتشيلي الشعر من جسمك تاخدي الشاور بتاعك وبعد كده بتاخدي من الكريم شانتيه الحلو اللي احنا عملناه ده وانزلي بيه على جسمك ودلكي وادعيلي. بعد الوصفه دي مش هنقول عليها علقه تاني.